السلام عليكم. هاد القصة اللي غنعاود لكم اليوم صعيب الانسان يتيقها، حيت انا براسي كون جا عندي شي واحد قبل من هاد الواقعة اللي وقعت ليا وبدا كيعاود ليا على العالم ديال الجن، وبالخصوص الحاجة اللي شفتها انا اللي هي جنيات بغلط القبور، غنقول ليه راك غير كتخربق وهاد الشي مستحيل يكون حقيقي. ولكن هاد القصة اللي غادي نعاود لكم شفتها بعيني وعشتها لحظة بلحظة، وما تصوروش معايا الكمية ديال الرعب اللي عشتو ديك الليلة. وقبل ما ندخل معكم في التفاصيل ديال هاد القصة خوتي، ما تنساوش ديروا ديك جيم للفيديو والاشتراك للقناة وشي تعليق زوين. يلا على بركة الله نبداو القصة اليوم. هاد الشخص اللي وقعت لي هاد القصة هادي سميتو سعيد، كيقول انا واحد الشاب صحراوي زيادة وخلوق في واحد القرية قريبة من مدينة العيون. والقصة اللي غادي نعاود لكم صعيب الانسان يتيقها، حيت انا براسي يكون جا عندي شي واحد قبل من هاد الواقعة اللي وقعت ليا وعاود ليا هاد الشي ما كنتش غادي نتيقو بتاتا. ولكن اخوتي هاد القصة اللي غنعاود لكم شفتها بعيني وعشتها لحظة بلحظة، وما تصوروش معايا الكمية ديال الرعب اللي عشتو في ديك الليلة. المهم نبدا لكم قصتي من الاول باش تمشيو معايا دقة دقة. انا سعيد واحد الانسان شاب بحال ايها الشباب، عايش في واحد القرية صحراوية نواحي مدينة العيون. راكم عارفين الاجواء الصحراوية ما عندناش بزاف ديال الخضورة بحال المدن اللي فيهم الطبيعة، ولكن حنا عندنا الطبيعة الصحراوية، يعني الرملة والجو كيكون صافي. والانشطة اللي كانوا عندنا حنا الشباب ديال القرية ما كانوش بزاف، يعني كتمشي كتقرا في المدرسة كترجع من مور المدرسة، وإلا ما كناش غنلعبوا الكرة كاينه حاجة وحدة اللي كندوزو بها الوقت، اللي هي كتشد الكوان نتا والدراري صحابك في شي بلاصة وكتبقاو مقصرين. وحنا كنا كنلعبوا الكارطة ولا كنديروا اي لعبة اخرى ولا كنبقاو غير مجمعين. وهذا الشيء هذا بالضبط اللي كنا كنديروا في الاوقات الفراغ ديالنا، سواء كنلعبوا الكرة اللي هي الرياضة ديال كل شيء ولا كنتجمعوا في شي بلاصة وكنبقاو مجمعين. وفعلا كان الوقت كيطير وكيدوز بالزربة. المهم كنبقاو مجمعين وما كتعرف الوقت كيف داز، حيت الدراري شي مطلع على شي، ومره كنضحكوا على شي واحد الا دار شي فعله. وما علينا، كان هذا هو الروتين والمتنفس ديالنا. والقصه والاحداث اللي غنعاود لكم وقعت ليا في الشهر الكريم. كاين اللي غيسمع هذه الكلمه هذه ديال الشهر الكريم اللي هو الشهر ديال رمضان غيقول هذا غير كيخربق، وهذا الشيء اللي كتعاود ما منو والو، حيت الشهر ديال رمضان كيتحبسوا فيه الشياطين. ولكن عاوتاني الله اعلم، حيت هاد الواقعه هذه اللي غنعاود لكم حرفيا وقعت في رمضان. وغير كمعلومه بحال هكا على الهامش، راه كاين فرق بين الجن والشياطين، والحديث مذكور فيه ان الشياطين هي اللي كتكتف وكيبقى العلم لله. وما علينا، نكمل لكم القصه ديالنا. ذاك العام دخل رمضان، وكيف ما ديما الناس فرحوا، حيت هذا الشهر هذا معروف الشهر ديال الفرحه، والناس كاملين قلوبهم كترطب، والاجواء كلها كتولي اجواء روحانيه، والناس كلها كتوب لرب العالمين، وكل شيء كيولي عباد الله في ذاك الشهر. وكاين اللي غيقول باللي اغلب الناس كينافقوا، ولكن بالعكس ان بالنسبه لي هذا ماشي نفاق، حيت الانسان بطبعه بالفطره ديالو كيبغي عباد الله. غير هو في الاشهر العاديه كتجي صعيبه، على عكس رمضان كيكونوا الاغلبيه ديال الناس كيف ما قلت لكم قلبهم كيرطاب وكل شيء كيشد الطريق. وحتى هذاك اللي كيكون مفلس في الاشهر العاديه كتجي سالي عباد الله في رمضان. وداك الشيء علاش كنشوفوا بزاف ديال الناس اللي ما كيصلوش في الاشهر العاديه كيبداو الصلاه في رمضان، فالله يعيننا كاملين على العباده ديالو. وما علينا، ذاك العام دخل رمضان والاجواء ديالو كانت مزيانه وكل شيء فرحان، كتدوز نهار وانت صايم، وكتوصل الوقيته ديال المغرب كيتبدل الجو، وكتفرح بالفطور من بعد نهار طويل ديال الصيام، وكتصلي المغرب في الجامع وكتمشي تفطر. وملي كيوصل وقت العشاء كتعاود ترجع للجامع وكنصليو العشاء والتراويح. ايوا من بعدها ما كيبقى ما يدار. وحنا كنا الدراري الشباب كان عندنا الوقت وكنبغيو نعمروا ديك الوقيته بشي حاجه، وكيف ما قلت لكم في الاول ما كانش عندنا بزاف ديال الحوايج اللي ندوزو بهم الوقت، وكانوا عندنا غير المجامع، وكنمشيو نتجمعوا في شي بلاصه وكندوزو الوقت. وبالضبط في ذاك رمضان كانت عندنا واحد البلاصه اللي كنا كنتجمعوا فيها، واللي ممكن نسميوها بالمقر ديالنا. كانت واحد الحانوت كبيره كيتباع فيها كل شيء، وحنا كنا مور الصلاه ديال التراويح كنتجمعوا وكنمشيو تماك وكنبقاو مقصرين. وهذاك الحانوت ما كانش بالضبط في ديك القريه ديالنا، كان شويه بعيد. يعني كنت انا والدراري اللي من عندنا كنا كنضربوا واحد الطواله باش نوصل لذاك الحانوت.
واللي كان بالنسبه لنا حنايا متنفس، وكندوزو فيه وقت اللي هي واعره، والدراري كاملين ديال ديك المنطقه ديالنا كيجيو لذاك الحانوت باش يبدلوا الجو ويقصروا. وكنا من النهار الاول ديال رمضان غير كنصليو التراويح كنشدوا الطريق لذاك الحانوت، وكنبقاو سهرانين تماك حتى 3 ديال الصباح اللي هي الوقيته ديال السحور، وكترجع في حالك تسحر وكتصلي الفجر وكتنعس وتفيق معطل، وكتدوز نهار ديالك في الصيام، وكتسنى داك الوقت ديال الفطور بفارغ الصبر. وعاد كتزيد عليها احسن وقيته بالنسبه لينا حنايا اللي هي الوقيته اللي كنمشيو نقصروا في داك الحانوت، كنصليو عاوتاني التراويح بالزربه وكنتجمعوا وكنشدوا الطريق. وكانت ديك الطريق غير الخلا والقفار والظلام، وكانت فينا واحد القضيه اللي هي اننا كنا كنمشيو مجموعين، حيت الطريق ما بين الدوار والحانوت كانت واحد الطريق اللي كيف ما قلت لكم الخلا والقفار والظلام، وعاد زيد عليها طريق اللي هي شويه طويله، وما كان الصراحه حتى شي واحد كيزعم يمشي فيها بوحدو بالليل. هي هذيك بداو الايام كيدوزو نهار على نهار، وصافي ولات هاد القاعده هادي ديال التقصير في الحانوت بالليل في رمضان ولات عندنا عاديه، ونقدروا نقولوا ولات عندنا روتين ديالنا، وضروري خاصنا نجيو نقصروا حتى لواحد الوقيته كيف ما العاده. واحد الليله كنا في الجامع صلينا التراويح ديالنا وخرجنا، وكل واحد مشى في حاله لدارو، وكاين اللي تعشى وكل واحد شنو دار، ورجعنا لديك البلاصه فين كنتلاقاو. جاو الدراري كاملين وتحركنا قاصدين داك الحانوت، وكان ظلام في ذاك الوقت، وكنا كنضويو غير بالبيلات الصغار، وانا نيت كان عندي واحد البيل صغير كنت كنضوي به في الظلام. على العموم وصلنا للحانوت، كنلقاو حانوت عامر بالدراري صحابنا اللي من الدواور الاخرين، وكيف ما العاده جلسنا وبدينا النشاط ديالنا. كاين اللي كيعاود النكات وكاين اللي كيلعب وكل واش كيدير، وكنا كنهضروا في كاع المواضيع، ومره كنلعبوا الكارطه. المهم عندنا هو نقصروا وندوزوا الوقت في رمضان. وكان في ديك الوقت في رمضان كان الاغلبيه كيسهر وقليل اللي كينعس، وبدات الوقت كدوز وحنا كنا مقصرين وما على بالناش، وما كان عندنا لا هم ولا حتى شي حاجه، والدراري كانوا باغيين غير يقصروا وينشطوا. حتى غادي توصل ديك الوحده ولا جوج ديال الصباح، واحد اللحظه تليفوني غيصوني وغنشوف شكون، وغادي نلقى الوالده ديالي هي اللي كتصوني ليا. وقلت ويلي ياك لاباس شنو كاين؟ وجاوبتها وقالت لي سعيد ولدي دخل في حالك اجي للدار راني محتاجك دابا. وقلت لها الوالده دابا قولي لي شنو كاين راني مقصر مع الدراري. وقالت لي قلت لك اجي في حالك دابا. وقلت لها لا الوالده راه مازال مقصرين. وقالت لي قلت لك اجي دابا هي اجي دابا وما تعاودش معايا الهضره بزاف. وعييت معها والو، وبقات عليا غير باجي في حالك ما اجي في حالك، وما كان عندي حتى شي اختيار. الوالده مصره باش نرجع للدار، ولكن كيفاش غنقولها للدراري؟ واش غيبغيو يمشيو معايا في ذاك الوقت؟ وحنا كنا موالفين كنجلسوا تماك حتى كتوصل ديك الوقيته ديال السحور. ومن بعد ما هضرت في التليفون شافوني الدراري وقالوا لي شنو كاين. وقلت لهم عرفتوا شنو الدراري، يلا نمشيو في حالنا، راه الوالده ما عرفت مالها اليوم وقالت لي اجي للدار دابا. وانا فاش قلت لهم هاد الهضره هادي هما يدوروا بحالهم وداروا راسهم ما سمعونيش. وقلت لهم الدراري الله يرحم لكم الوالدين يلا نمشيو بحالنا، راه الوالده برصطاتني وداروا عندي كاملين وقالوا لي شوف السعيد انت عارف بلي هاد الوقيته ماشي هي الوقيته اللي كنمشيو فيها، وانت الا بغيتي تمشيو للوالده ديالك برصطاتك سير، حنا راه مازال ما غادينش. وقلت لهم الله يحفظكم الدراري الله يحفظكم الدراري لما يلاه معايا. وهنا غيبداو يضحكوا عليا وكيقولوا ياهو كاع ما قادر يمشي بوحدو والله الا خواف، صافي هذه تا رجليت ديالك. وفعلا والصراحه كنت خايف حيت ديك الطريق بالليل كتكون خاويه وعمرني دزت منها بوحدي. وقلت لهم ماشي قادي تخوف، ولكن حنا ديما كنمشيو مجموعين وكنجيو مجموعين، وعمر شي واحد فينا داز من ديك الطريق بالليل بوحدو، وما كاين لاش نمشي بوحدي في الظلام. وبداو كيضحكوا وقالوا لي والله الا انت خواف ما قادرش تمشي بوحدك. وفي الاخر قالوا لي الا بغيتي تبقى حتى الوقيته اللي كنمشيو فيها مجموعين غنمشيو، ما بغيتيش تبقى حنا راه مازال مقصرين سير بوحدك. وفعلا شفت حتى عييت وقلت مع راسي مناش غنخاف كاع، وقلت لهم بسلامه وقلت نمشي بوحدي وليها ليها. وفعلا خرجت من الحانوت وكاين غير الظلام في ديك البلاصه، وما نكذبش عليكم انا من الداخل ديالي كنت مخلوع من الظلام ومن ديك البلاصه الخاليه. ولكن داكشي اللي غنلقاه في هذه الطريق هذه غريب، كانت واحد الحاجه اللي عمرني تخيلت نشوفها شي نهار. وما علينا خرجت من الحانوت طلقت في يد الله ومشيت شديت الطريق وطلق القران في التليفون ومضوي بواحد البيل صغير في داك الظلام، وكان واحد الهدوء. المهم شديت الطريق وبقيت غادي
ولكن هذاك الهدوء كان هو الهدوء اللي كيسبق العاصفه. بقيت غادي شاد الطريق مضوي بداك البيل الصغير، وفي هذه اللحظه هذه كان كل شيء عادي، وبقيت كنتمشى في الظلام. والصراحه الطريق كانت خاليه وما فيها حتى شي واحد، وما تلاقيت مع حتى شي واحد، حيت اصلا في ذاك الوقت كانت الجوج ديال الصباح، والناس اللي ناعسين راه ناعسين، وحتى الناس اللي فايقين راهم في ديورهم ولا مقصرين في شي بلاصه، ولكن الطريق خاويه. هي هذيك بقيت غادي مكمل القران طلوق ومضوي بداك البيل الصغير في الظلام، وواحد شويه غنبدا نسمع واحد الصوت جاي من بعيد. الصوت كان ديال الكلاب كينبحوا، والصوت ديالهم كان شويه بعيد ولكن مجهد، وكينبحوا بواحد النبره فيها السعره. وانا في ديك اللحظه هذيك وقلت غير الله يحفظ لي يكونوا هاد الكلاب جايين في طريقي، حيت الا مشيت حتى تلاقيتهم وهما جاعرين بحال هكاك ممكن يفرسوني. وبقيت غادي في الطريق والصوت ديال الكلاب غادي وكيقرب جهتي، وكنقول يا ربي السلامه ياش هاد الحصله. والصوت كان مازال شويه بعيد، ولكن باش ما انا غادي كنتمشى كيبدا يتجهز الصوت، يعني هما جايين جهتي وانا غادي لعندهم. ولكن واخا هكاك عاد ما بقيت مكمل، حيت ما كان عندي فين غنرجع، وقلت اللي بغى يوقع يوقع، حيت الحانوت صافي خليته وبعدت عليه بزاف. ولكن واحد اللحظه غنبدا نسمع واحد الصوت مع الصوت ديال الكلاب وهما كينبحوا بالجهد، وغادي نسمع بحال شي كلب معاهم كيجر شي سلسله كبيره. وفي واحد اللحظه عاوتاني الصوت ديالهم بحال بدا كيبعد وما بقاو جايين جهتي، وقلت اوف الحمد لله، وكملت طريقي وحتى غنوصل للنص ديال الطريق تقريبا، وغنعاود نسمع صوتهم جاي جهتي. وهاد المره الصوت كان مجهد، والصوت ديال السلسله المجروره في الارض كيتسمع واضح. وهنا انا دماغي بدا كيحط 1000 سؤال وسؤال، وكنقول اش غيكون هادشي؟ واش الكلاب تابعين شي حاجه، ولا شي كلب كان مربوط وتفك وهرب لصاحبه وتبعوه الكلاب الاخرين؟ وهذا النوع ديال الكلاب كيكون صعيب، وإلا مشى حتى عضك مشيتي فيها. وما كان عندي ما ندير في ديك اللحظه، وحتى باش ندافع على راسي ما كانت عندي حتى شي حاجه، والحجر اللي في الارض ما كان عنده ما يدير ليا، حيت الكلاب باينه فيهم كتار. وبقيت غادي كنتمشى في داك الطريق حتى غنوصل حدا واحد البوطو ديال الضوء. وهنا جاتني الفكره ديال انني نطلع معاه ونتسنى حتى يدوزو دوك الكلاب، وعاد ديك الساعه نهبط ونكمل طريقي للدار. وفعلا داكشي اللي درت، طلعت مع داك البوطو، والصوت ديال الكلاب وديال السلسله المجروره في الارض جاي وكيقرب، وانا طلعت لذاك البوطو ولاصق فيه، وكنتسنى وكنشوف شنو غيدوز من حدايا، يعني شنو داكشي اللي كانوا تابعينه الكلاب. وكان الظلام وحتى الضوء ديال ديك البوطو كان ضوء خفيف، حيت فيه واحد البوله قديمه. وواحد اللحظه الكلاب قربوا وبديت كنشوف الخيال ديالهم في الظلام، ومع دوك الخيالات ديال الكلاب كان واحد الخيال اخر غريب، وقلت مع راسي غيكون غير شي حمار ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن الصدمه والمصيبه الكبيره يا خوتي وخواتاتي هي فاش داك الخيال وصل لعندي، وما كان لا ديال الحمار ولا ديال البغل، كان ديال المراه، ولكن ماشي اي امراه، كان ديال وحده طويله وشعرها طويل ومسرسب على وجهها، لدرجه الملامح ديالها ما كانوش كيبانوا مزيان، وكانت جايه وكتمشى بواحد المشيه غريبه بزاف، ولابسه واحد اللبسه اللون ديالها كامل بيض. والكلاب كانوا جايين تابعينها، وداك الصوت ديال السلسله المجروره في الارض كان جاي من عندها. ولكن الغريب في الامر وما كانتش جرس ناس الكاع. المهم انا تلفت وبقيت كنشوف فيها وهي جايه وكتبان مرا شارفه، وعندها ظهرها كيشبه الظهر ديال البغله، ورجليها حتى هما فيهم الفراقش بحال ديال البغله نيت. يعني كانت واحد المراه الشكل ديالها مخيف لواحد الدرجه ما تصوروش، وشعرها طويل اللي نازل على وجهها، واللي ما كيبانوا منه غير العينين، والعينين اللي كيبانوا لونهم احمر، والسناس اللي ما كانوش. ولكن فاش كتمشى وكتبدا تتحرك كيبدا تسمع داك الصوت. المهم بقيت كنشوف داك المنظر مخلوع، وهي جايه عندي كتجري، وملي قربت لذاك البوطو اللي كنت انا طالع فيه، وهنا غتبدا تنقص السرعه شويه بشويه، وبقات جايه حتى وصلت تحت البوطو اللي كنت انا فوقه، وديريكت كنشوف فيها تحت مني. وهنايا انا رجلي صافي تحشو، ما بقيت قادر لا نطلع ولا نهبط، بقيت معنق داك البوطو وكنترعد وكنشوف فيها واش غتطلع عندي ولا شنو غدير. وهي بقات واقفه بواحد الطريقه اللي كتخلع بزاف، وانا بقوه ما تخلعت بقيت غير كنشوف فيها وكنترعد. واحد اللحظه ما قدرتش نتحكم في راسي، وبديت كنبكي وكنغوت، وقلت ليها اش كنت يا لاله وشنو بغيتي عندي؟ وهي ما هضراتش نهائيا، وبقات واقفه واحد المده، وشويه بدات كتمشي وتجي في ديك البلاصه، وكتبقى غادا كتبعد من داك البوطو، وشويه كتعاود ترجع حتى لتحت البوطو وكتوقف. وبقيت بحال هكاك مده ديال نص ساعه وانا ميت بالخلعه.
كتمشي وتجي تحت داك البوطو ديال الضو، وشويه قربات مزيان من البوطو وهي تجبد واحد الحاجه بحال شي خنجر ولا موس، وبدات كضرب داكشي في البوطو وكدير واحد الصوت اللي غريب وما مفهومش. وانا في هذيك اللحظه وبقوه الخلعه كنت بحال مرفوع ولا كنحلم، وبقات مده وهي كتخبط في داك الخنجر في البوطو ديال الضو، وشويه هزات راسها وشافت فيا، وكان واحد المنظر كيخلع. ومن بعد ما هزات راسها وهي تغوت واحد الغوطه اللي صمكت ليا ودنيا، وهي تهرب ومشات في الظلام، وبقات كتجري وكتبعد، وكنسمع في الصوت ديالها في الظلام غادي وكيبعد، وحتى ما بقيتش كنسمعها. ومن بعد مع غبرات وما بقيتش كنسمع الصوت ديالها، نزلت بشويه من داك البوطو وانا كنقفقف، وغير حطيت رجليا في الارض ضربتها بواحد الجريه حتى للباب ديال الدار، وغير وصلت للباب وانا نطيح وسخفت بالخلعه، وهي تخرج عندي الوالده وكتقول لي مالك ما مالك، وعاودت لها كلشي كاع داكشي اللي وقع. وفاش صباح الحال مشيت عند الدراري صحابي وعاودت لهم شنو طرا، وهنا فين غيقولوا لي باللي فعلا الناس ديال الدوار اللي كانوا فايقين البارح بالليل سمعوا واحد الغوطه اللي ما عرفوهاش منين جات. وكانت هذه القصه ديال سعيد مع بغرة القبور، وكنتمنى تعجبكم، ولا عجباتكم ما تنساوش كيف ما العاده ديروا لي داك جيم الفيديو وشي كومونتير زوين باش نزيد نحط لكم قصص اخرين.